بيبدأ الفيلم بحكاية عن تنين الصيني العظيم اللي بيسكن الإمبراطورية السماوية، ورموشه عندها قدرة شفائية عالية وبتقدر توصل لجذور الأرض عشان تطلع نباتات ورقها يقدر يعالج أي حاجة، وتسمى ورقها بورق الشاي. وده خلى مجموعة من التابعين المخلصين للتنين اتسموا بسحرة النور، يبقوا المسؤولين عن العناية برموش التنين ورعاية أوراق الشاي وتوزيعها. والتنين صنع ليهم ختم سحري خاص بيه ومنحه للمعلم ولبنته الأميرة الشرعية لمملكته. وبقى في ناس من كل حتة في الأرض بتيجي لجزيرة تشينج بسبب شهرة ورق الشاي عشان تأيدها بأغلى ما عندهم. لكن مجموعة من سحرة النور خانوا العهد وتسموا بسحرة الظلام، وبقوا طماعين وقرروا يحاربوا سحرة النور. وسحرة النور كونوا جيش عشان يحاربوهم، لكنهم انهزموا، وقدرت ملكتهم ساحرة الشر تسيطر على التنين وتدخله في نوم عميق بعد ما أهملت العناية برموشه اللي طولت وكبرت لدرجة إنها غطت على عيونه. وكل ده عشان تنتج أوراق أكتر من الشاي. وكمان قدرت تحبس المعلم في سجن في ناحية من العالم، وبنته الأميرة في سجن تاني في الناحية التانية من العالم. وبنروح بعدها على سجن البرج الرمادي في انجلترا، واللي بيكون مسجون فيه المعلم ومعاه بيتر الأول قيصر روسيا ومسجون تالت. وبتظهر على شباك زنزانتهم حمامة معاها رسالة، فبيفتحها بيتر وبيعرف انه اللي كاتبها هو جوناثان، عالم جغرافيا ورسام خرايط شاطر جدا. وبيكون جوناثان بعت الرسالة دي لحبيبته إيما بنت اللورد دادلي، وبيعتذر لها فيها انه اضطر يسيبها بعد ما والدها كشف علاقتهم وطرده من بيته. وبيعترف جوناثان انه صرف كل ثروته على اختراعه اللي هيعمل ثورة في عالم رسم الخرايط عن طريق استخدام العجلة الخامسة اللي موجودة في عربيته. وقتها كانت شهرته وصلت لبيتر قيصر روسيا اللي كان في زيارة لإنجلترا وكلفه بمهمة، وبيتر ساعتها بيفتكره وبيفتكر المهمة اللي كان كلفه بيها. وبيحكي جوناثان في رسالته انه خلال المهمة قابل مخلوقات غريبة، منهم مخلوق أسطوري ليه عيون كتير، والمخلوق ده اسمه في، وانه يقدر بنظرة واحدة يقرأ أفكار أي حد قدامه. وكمان سكان المنطقة اللي فيها الوحش بيتحولوا هم كمان لوحوش بالليل. وبعد ما خلص مهمته وراح عشان يقابل القيصر وياخد مكافئته، اكتشف ان في مؤامرة بتحصل في روسيا، وان قيصر روسيا الحقيقي لسه مرجعش لروسيا، فاخدوه وسجنوه. وبتكون دي نهاية رسالة جوناثان. فبتيجي فكرة لبيتر انه يكتب على ظهر الرسالة دي رسالة تانية بخطه ويبعتها مع الحمامة لإيما علشان تيجي وتساعدهم يخرجوا بره السجن. وبتوصل الرسالة لإيما، فبتعرف ان جوناثان في ورطة، فبتروح لابوها وبتطلب منه يساعدها لانه حبيبها وابو ابنها. فبيبعت اللورد دادلي رسالة للقصر في روسيا، وعشان كده بيقرروا يحرروا جوناثان، بس بيطلبوا منه يروح في مهمة تانية للصين. فبيوافق جوناثان بشرط انهم يفرجوا عن واحد من المساجين كان بيساعده في السجن اسمه تشانج لان. فبيوافقوا، وجوناثان بياخد تشانج لانج معاه، واللي بتكون واجهته هي الصين برضه. فبيبداوا رحلتهم سوا. وبيبعت جوناثان رسالة تانية لإيما بيحكي لها على اللي حصل معاه، وبيقول لها انه مش هيقدر يرجع غير لو بيتر رجع على روسيا. وبعدها بيقطع طريق جوناثان مجموعة من قطاع الطرق اللي اتكلفوا بمهمة قتله، بس تشانج لان بيدافع عنه بمهاراته القتالية العالية، وبيقدر يتخلص منهم كلهم عشان يقدروا يكملوا رحلتهم. وفي نفس الوقت ده بتكون إيما راحت على سجن البرج الرمادي عشان تقابل مسؤول السجن جيمس هوك. فبتلاقي جيمس بيلعب مصارعة مع مجموعة من المساجين، وبيقول لهم ان اللي هيقدر يهزمه ويطلع لقمة السلم هيفرج عنه. وبيكون في 3 فرسان اخوات من الصين ضمن المساجين، وكانوا مكلفين بانهم يدوروا على المعلم ولسه ما قدروش يلاقوه. بيدخلوا في تحدي مع جيمس وبيقدروا يكسبوه ويخرجوا. وبعدها بتروح إيما تتكلم مع جيمس اللي بيقعد يفرجها على الانتيكات اللي هو مجمعها زي خوذة سبارتاكوس وسيف الملك ارثر. وبعدها بيأكد لها انه ما عندوش ملوك محبوسين، وان عندهم سجين روسي واحد بس وده جاسوس، وبياخدها عشان تقابله. وساعتها بيعرفها بيتر انه القيصر الحقيقي لروسيا، وبيأكد لها كل اللي قاله جوناثان في رسالته، وبيسألها لو كانت استلمت منه رسالة جديدة. فإيما بتقول له ان بعت لها رسالة تانية بيقول لها فيها انه مسافر للصين مع مساعد ليه اسمه تشانج لان. فالمعلم بيقول لها ان تشانج لان ده تبقى بنته. فإيما بتسيب كل حاجة وتمسك في ان ازاي جوناثان بيسافر مع بنت تانية. فبيطمنها بيتر انه فاكرها ولد اصلا. والمعلم بيطلب من إيما تساعدهم عشان يهربوا. وفي اللحظة دي بيكون المسجون الثالث اللي معاهم مات بعد ما شاف إيما، لانه ما شافش اي ست من 30 سنة. فإيما بتنادي على جيمس عشان تعرفه، فبيجي جيمس وبيأمر الحراس انهم ياخدوا جثته. وبالغلط بيحرر الحراس بيتر والمعلم معاه، فبيستخدم المعلم مهاراته القتالية واللي بيكون علمها لبيتر عشان يقدروا يخرجوا. وبينجحوا انهم يحرروا باقي المساجين، وبتقوم معركة كبيرة ما بين المساجين والحراس. وبيحاول جيمس بنفسه يرجع بيتر والمعلم للسجن، وبيتر بيلهي الحراس لحد ما المعلم يقدر يلاقي ختم التنين. بس جيمس بيمسك المعلم، فبيضطر المعلم يدي ختم التنين لبيتر، وبيطلب منه يستخدم الختم عشان يلاقي تشينج لانج. فبيوعده بيتر انه يلاقيها. وبيخرج بيتر وبيلاقي إيما مستنية بعربيتها، فبيهرب فيها. والمعلم بيدخل في معركة مع جيمس وبيستخدم كل مهاراته القتالية عشان يهزمه. لكن جيمس بيكون قوي جدا، وبيحاول المعلم يستخدم الأسلحة الموجودة في المكان، لكن جيمس بيقول له دي انتيكات خلي بالك. وبيرجعوا تاني للقتال اليدوي. لكن في النهاية بيتحبس المعلم في زنزانة من تاني، وجيمس بيقول له ورينا بقى هتهرب ازاي
ازاي المره دي. وبعدها بنشوف بيتر بيروح على سفينه عشان يسافر الصين، وايما بتحاول تروح وراه لكنها بتتعرض للسرقه، وبعدها بتتنكر في زي راجل وبتطلع وراه على السفينه من غير ما حد ياخد باله. وبيتر بيعرف طاقم السفينه على نفسه وبيطلب منهم يحترموه، بس طاقم السفينه بيضحكوا عليه، وايما بتضطر تضربه في دماغه عشان يغمى عليه وتحميه منهم. وبعد شويه بتتعرض السفينه لعاصفه شديده وبتكتشف هويه ايما، وبيعرفوا انها ست، فبيبدا الطاقم يلاحقها علشان يمسكوها. فايما بتخاف وبتحرر بيتر اللي بيساعدها، وبيقدر ينقذ السفينه من العاصفه ويعدي بيها لبر الامان، وفي الوقت اللي قبطان السفينه كان خايف ومستخبي. وبعدها طاقم السفينه بيحترم بيتر وبيخلوه القائد بتاعهم، وبيساعدوه عشان يفك القناع الحديد اللي لابسه. وفي نفس الوقت بيكون جوناثان وصل على جزيره تشينج في الصين على امل انه يلاقي سفينه بريطانيه ترجعه انجلترا، بس لما راح ما لقاش حاجه، فبيكون عايز يروح لمينا تاني يدور فيه. لكن تشانج لان بتلاقي انه حال شعبها اتغير، وفي مجموعه من الجنود بيعذبوا في الفلاحين، فبترفض انها تسيبهم وتمشي لانها اميرتهم الشرعيه، وبتودع جوناثان وهو نايم وبتسيبه وبتروح لمدينتها. وبعدها بتعرف من صديقتها ليه ان الساحره الشريره سيطرت على كهف التنين، وخلت جنودها والتابعين ليها يجمعوا الاتاوات من الشعب ويعذبوا او يعدموا اي حد بيعارضهم، وان الساحره بتستخدم قناع عشان تاخد شكلها وبتوهم الناس انها الاميره الحقيقيه. بس تشانج لان بتعرفها ان ختم التنين مع المعلم، فمستحيل يكونوا قدروا يسيطروا على التنين. وفي نفس الوقت ده بيكون جوناثان وصل على قصر الاميره، وبتقابله الساحره على اساس انها الاميره، وبتساله عن سبب زيارته، فبيعرفها جوناثان على نفسه وانه كان في رحله واضطر يلجا لجزيرتهم المشهوره، وحب يتفرج على التنين الاسطوري رمز جزيرتهم. وبيقول لها انه قابل شخص يشبهها تماما، وبيوريها صوره تشينج لان، فبتعرف الساحره انها الاميره الحقيقيه، وبتاخد جوناثان على اساس انها هتفرجوا على التنين. وبعدها العفريت الصيني اللي كان ملازم جوناثان وتشانج لان طول رحلتهم بيروح لتشانج لان وبيخليها تشوف جوناثان جوه القصر، فبتبعت تشانج لان رساله تحذير لجوناثان انه في خطر وانها محتاجاه يرسم لها خريطه للقصر عشان تقدر تنقذه. فبيبدا جوناثان ينفذ اللي قالت له عليه. وعلى الجانب الثاني بيكون بيتر وايما وصلوا للجزيره، وواحد من التابعين لتشانج لان بيشوف ختم التنين مع بيتر، فبيروح وبيبلغها، فبتروح تشانج لان وبتهدد بيتر عشان تعرف منه ازاي حصل على ختم التنين. بس بتيجي ايما وبترفع سلاحها عليها، وبيتر بيطلب من تشانج لان تقول له على قصتها الاول، فبتقول له انها رجعت للصين من روسيا بمساعده شخص طيب اسمه جوناثان، فبتعرفها ايما ان جوناثان ده يبقى حبيبها. وبيتر بيقول لها انه كان مع والدها في نفس السجن، وهو اللي اداله ختم التنين وطلب منه يدور عليها، وعشان يثبت لها انه يعرف والدها فعلا وراها شويه من الحركات اللي اتعلمها منه، وساعتها صدقته تشانج لان. وفي نفس الوقت ده بتكون الساحره قبضت على جوناثان عشان تستغله كطعم تخلي بيه تشانج لان تيجي لحد عندها وتقدر تاخد ختم التنين وتحكم العالم كله. بس العفريت بيكون اخد الخريطه اللي رسمها جوناثان وبيديها لتشانج لان. وعلى الجانب الثاني بيكون وصل الثلاث فرسان اللي اتحرروا من سجن جيمس، وبيبلغوا الساحره انه ما لقوش المعلم، بس لقوا ختم التنين موجود مع القيصر الروسي، فبتؤمر الساحره 2 منهم يجيبوا بيتر لاسرها. فبيروحوا المكان بيتر، وساعتها بيتفاجئوا ان الاميره الحقيقيه موجوده هناك، وبيعرفوا ان اللي في القصر تبقى ساحره، بس المشكله ان اخوهم جي اللي فضل في القصر ما يعرفش، وانه اقسم بحمايه الساحره لانه فاكرها هي الاميره الحقيقيه. فبتتفق تشانج لان مع بيتر على خطه عشان يحاربوا الساحره، وبيروح بيتر بنفسه مع ايما على قصر الساحره عشان يقابلها ويشتتها، عشان تستغل تشانج لان الوقت ده وتروح مع طاقم السفينه بتاعت بيتر وتدخل للقلعه من تحت الميه عشان تحط ختم التنين في مكانه وتصحي التنين الحقيقي. وبيقدروا يكونوا مقاومه ضمن الشعب، والمقاومه دي بتجهز مظلات عشان يهاجموا قصر الحكم. لكن الساحره بتسمم بيتر بسحرها عشان تاخد منه الختم، وايما بتكتشف انهم هيعدموا شخص، والشخص ده هو جوناثان، ولما بتروح تساعده بيقبضوا عليها هي كمان وبيربطوها جنبه، لحد ما بيجي الكابتن الاولاني بتاع سفينه بيتر وبيحررهم. وبتقدر تشانج لان توصل لمكان التنين وتحط الختم عشان تصحي التنين، وبيتر بيكون ما تاثرش بسم الساحره، وبيقول لها انه من زمان وفي ناس كتير حاولت تقتله بالسم، فما عادش فيه اي سم بيأثر فيه، وبيهدد المساعدات بقتل الساحره لو ما نفذوش كلامه. وفي نفس الوقت بتروح تشانج لان عشان تستخدم الختم وتصحي التنين، والتنين بيصحى فعلا وبيكسر كل السلاسل اللي مقيداه. وفي نفس الوقت المقاومه بتهجم على القصر، وبيدخلوا في معركه كبيره مع الجنود، وبيجي خادم الساحره المخلص وبيحذرها ان شعب المملكه هيسيطر على القصر فلازم يهربوا. وبيجي جي من ورا بيتر وبيهدده بالسيف، فبيسيب الساحره، واللي بتطلب من الخادم يجمع كل الذهب، وبتؤمر جي قبل ما تهرب انه يقتل بيتر. بس بيجي اخوات جي وبيفهموه انها مش الاميره الحقيقيه، فجي بيسيب بيتر، والساحره بتطعن جي وبعدها بتهرب في المنطاد. وبتيجي تشانج لان على ظهر التنين عشان توقف الساحره وتمنعها تهرب، وبتهاجم منطاد الساحره وبتوقعها منه، وبتدور بينهم معركه طويله، وبتيجي مساعدات الساحره وبيساعدوها وبيأيدوا حركه الاميره عشان الساحره في الاخر تقدر تاخد ختم التنين. وبتيجي المقاومه ومعاهم بيتر، والساحره بتقول لهم انها الاميره الحقيقيه والدليل ان معاها الختم، لكن جوناثان بيقدر يعرف مين فيهم
تشانج لين الحقيقيه لما العفريت بيروح وبيشاور عليها، فالساحره بتطعن جوناثان وبيحاول العفريت ساعتها يسرق الختم من الساحره، لكن الساحره بتطعنه فبيقع الختم منه وبتتسابق هي وتشانج لين عشان يمسكوه، وبتقدر تشانج لين تمسك العفريت والساحره بتمسك الختم لكنها بتقع في الميه وبتموت. وبعد ما بيخلصوا منها بترجع ايما وجوناثان على سفينه لانجلترا، وبتبعت ايما رساله لوالدها بتطلب منه يحرر المعلم من السجن، فبيبعت والدها امر لجيمس انه يفرج عن المعلم، وبيروح جيمس عشان يخرجه وبيقول له انه كان اقوى خصم اتقاتل معاه قبل كده، فبيطلب منه المعلم يجي معاه على جزيره تشينج عشان يشوف التنين ويحكي له قصته. فبيروحوا هما الاثنين سوا على جزيره تشينج، ولما بيسالوا جيمس فين التنين اللي سافر عشانه كل المسافه دي عشان يشوفه، فالمعلم بيقول له ان التنين موجود حواليهم في كل مكان. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.